عندكم إحساس نظرية المؤامرة؟ الزمالك بيحسوا دايما إنه الأهلي متآمرين، الحكام مع الأهلي، الدولة مع الأهلي. ليه هي موجودة بالزمالك؟ اقول لك حاجه، انت بعد السوشيال ميديا دي الايه هي اللي اتقلبت. نظريه المؤامره بقت موجوده في عند الاهلي اكتر. بس الأهلي أكثر استقرار. ما هو انت لما تكون اكثر استقرار واكثر حصولا على البطولات، واول ما تخسر بطوله تعمل مشكله والتحكيم والبتاع وما اعرفش ايه، يبقى انت كده اللي عندك نظريه نعم. المؤامره مش انا. نعم. انا ما بخسر بطولات كتير ممكن يبقى عندي قدر من فكره ان انا خسرت بسبب تحكيم او خسرت بسبب اتحاد كوره او لوائح او بس بتاع. كل الزملكاوية بعرف أصحابي زملكاوية لعيبة ولا بيشكوا دايما إنه الأهلي ماخذ النصيب الأكثر، الأهلي هو المدعوم، الأهلي اللي بيفوز بالحكام. هذا الإيمج موجود. لا، هو مثلا هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا مثلا نظام الكوره ونظام الرعايه. نعم. الكوره بقت فلوس واستثمار. أوكي. فطبعا النادي الاهلي كرعايه بياخد مثلا 1000 مثلا، الزمالك بياخد 200، الانديه الثانيه بتاخد 50، في انديه بتاخد 20. طب ما بتشعر بالقهر انت هيك؟ لا، ما هو او تشعر بالظلم كزملكاوي؟ لا، الجاب كبير جدا ما بين الانديه، لان كره القدم بقت استثمار وفلوس. نعم. دلوقتي مرتضى منصور في وقته طبعا اخطا، لانه عمل عداوات مع ناس كتيره جدا جدا جدا، وبالتالي العداوات دي خلته خلى النادي غير مستقر، خلى الناس حابه ان هو ما ينجحش، وبالتالي رحل عن النادي. هو عمل عداوات ولا الناس غلطوا فهو بده يصلح؟ هو بص، طول ما احنا ماشيين في حياتنا اكيد في ناس بتغلط، لكن ردود افعالك هي المناسبه ولا الطبيعيه. نعم. وازاي تقدر ان انت تاخد حقك بدون فتح عداوات كتيره حواليك.